الاستعانة، حيث قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا دليل عام في العبادات جميعا، حيث قال: إياك نعبد، وإياك كما هو معلوم ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. أصل الكلام: نعبد إياك. ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله، فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة، ألا وهي أنه يفيد الاختصاص. وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحصر والقصر، وعلى العموم الخطب يسير، يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا،